السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة. النهاردة أنا عندي نزلة برد جديدة، تعبانة قوي، اعذروني بقى عشان صوتي شوية تعبان، بس حبيت أسجل لكم الفيديو ده بصوتي عشان خاطر كان بصراحة يعني كان في صوت إزعاج جامد قوي داخل الفيديو، فحبيت ان انا اكلمكم بصوتي. النهارده بقى احنا بنعمل زيتون انا واختي جيهان. حبيت ان انا اشارك معاكم الزيتون احنا بقى بنعمله ازاي و... ودي طريقتنا، كل واحد ليه طريقة في ان هو بيعمل الزيتون ازاي. هنا بقى انا كنت بشق الزيتون كده بالسكينة. كنت بقى لي فترة طويلة قوي ما طلعتش معاكم في اي فيديو، فان شاء الله يا رب اللي جاي يكون احلى واحسن. وهمتكم بقى معايا كده، شاهدولي الفيديو الاخر، اعملولي لايكات عشان خاطر قناتي تعلى، لان لحد الان بصراحة انا قناتي ما اتفعلتش بقالي سنة. نفسي قوي بصراحة قناتي تتفعل، فربنا يسهل ان شاء الله. ادعولي بقى يا حبايبي ان قناتي تتفعل ان شاء الله في اقرب وقت. هنا اللي كانت بتصورني شوشو يعني قالت لي خليني يا ماما اصورك كده كام لقطة. إيه، كنا هنا كل واحد بيعمل حاجة. اختي كانت بتبشر الجزر، وانا كنت بعمل الزيتون. بصراحة يعني عمايل الزيتون متعب جدا جدا، يعني كسر ظهرنا بصراحة لان ليه خطوات كتير قوي بتتعمل. بنقطع الجزر اهو، لسه هتقطعه، ولازم نشق الزيتونة كده، ولو فيها اي حاجة بنشيلها بالسكينة. كنت بكلم شوشو مش عارفة كانت بتقولي ايه، اعمل معاكي يا ماما؟ قلت لها لا، بصراحة متعب جدا، كنت خايفة على ايديها عشان ما تتعورش بالسكينة. الكمية بقى ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. الكمية دي هتطلع معانا برطمان ونص كمان برطمان او برطمان صغير. اليوم ده كانت الدنيا حر جدا جدا، يعني الفيديو ده بالظبط، يعني انا بسجل لكم النهاردة السبت. الفيديو ده عاملينه من اسبوع، بس عشان كنت تعبانة وكده فما قدرتش ان انا اسجله يعني وانزله لكم. ادعولي كده ربنا يشفيني واعمل لكم فيديوهات تانية حلوة ان شاء الله. بس خليكم معايا في القناة ويعني حاولوا ان انتوا تشوفوا لي كده الفيديو لغاية الاخر، وتكتبوا لي كومنتات حلوة لو كان الفيديو عجبكم، وان شاء الله خير باذن الله. الفترة دي يا حبايبي المشاهدات بسيطة قوي قوي، يعني يكاد يكون المشاهدات واقعة خالص. مش عارفة عندي انا بس ولا عند ناس كتير، مش عارفة. هنا بقى ابتديت اقطع الجزر، اقشره كده الاول وبعد كده هنبشره. انا جهزته لاختي، نضفته لها وقطعته لها، قلت لها بقى ابشريه، عشان بصراحة انا بخاف من موضوع المبشرة لاني اكتر من مرة اتعورت بسببها، فبخاف من المبشرة اوي. نضفته كده وقطعته لها، جهزته لها.
حبايبي انا هرجع تاني بقى اكمل الزيتون، ما كانش لسه خلص اهو زي ما انتوا شايفين. كنت هنا بقى بعدل نفسي، وشهد تعبت بقى بصراحة من واقفة بالفون تصورني. قلت لها خلاص هاتيلي الستاند وهحطه هنا قدامي واكمل، لاني لسه بدري على بال ما اخلص يعني. وبس كملت انا بقى الزيتون. هتشوفوا بقى المكونات كلها اللي احنا هنحطها وهنعملها ازاي. بس ورجعت بقى اكمل الزيتون، ما كانش لسه خلص. عايزاكم يا حبايبي تقولوا لي اصور لكم يعني فيديو انواع ايه اللي انا ممكن اصوره لكم. تحبوا اعمل لكم روتين، اعمل لكم اكل، اصور لكم فلوج كده خروجه، يعني اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي نفسكم ان انا اعمل لكم ايه. يعني هبقى مبسوطه جدا جدا لما الاقيكم متابعيني كده وتطلبوا مني حاجات انتوا نفسكم ان انا اصورها لكم يعني. بقول لكم شفتوا الكميه، فاضل بس الحبه دول هخلصهم بسرعه ونشوف بقى هنعمل ايه تاني. بس كنت بسرح في بعض المقاطع كده عشان ايه الفيديو ما يطولش. بس خلاص قربت اخلص اهو. انا عماله اتكلم واحكي عشان بصراحه يعني ما احسش بالتعب يعني كان ظهري وجعني جدا بصراحه. بس كان لازم ان احنا يعني نخلصه بسرعه، وايد على ايد تساعد، يعني انا واختي اللي كنا بنعمله، هي بتعمل حاجه وانا بعمل حاجه. حطيته هنا بقى في الصينيه اللي انا بعمله عشان الطبق اللي هناك ده ما كانش مقضي. صوتي يا حبايبي مغلق قوي عشان تعبانه عندي برد. ده انا كمان دلوقتي بقيت احسن بكتير عن من يومين، كنت تعبانه جدا. خلاص اخر بقى كام واحده وابقى كده خلصت الحمد لله. اهو قلتلكوا الحمد لله خلصت. هما دول اللي انا عملتهم. كنت بقول لها في ايه تاني بقى اعمله، كان نفسي تقولي لا خلاص مفيش حاجه. هنا بقى كنت المرحله التانية كنت بعمل الليمون، بقطعه شرايح. هعمل جزء من الليمون شرايح وجزء هقطعه نصين عشان نعصره. كمان موضوع الليمون تقطيعه ده بصراحة يعني لهبلي ايدي، يعني بصراحة يعني حامي اوي الليمون.
وحرق لي ايدي اهو. بقطعه شرايح وبشيل البذر منه بنضفه عشان ده اللي هيتحط على الوش، ولازم اقطعه من الناحيتين، من هنا ومن هنا انضفه يعني. بس يعني عملت كمية حلوة معقولة بصراحة. شوية ليمون حلوين، لان الليمون ده ضروري للتخليل بصراحة، يعني لازم يتعصر وبيتحط كده بالشرايح لازم. ومش الليمون بس اللي بيتحط، طبعا في عصفر وفي حبة البركة، وفي برضه هنحط كوباية زيت ومية سخنة لازم تكون مغلية. هتشوفوا بقى معانا الخطوات بعد ما نخلص بس المرحلة بتاعة الليمون. اهو قلتلكوا انا ايه، قطعت شرايح، دول الحبة اللي انا قطعتهم هيتحطوا في البرطمان. الكمية بقى دي شوفوا قد ايه، ده اللي هيتعصر اهو، بقولكوا يتعصر. وللأسف ما كناش لاقيين المعصرة، فاختي بقى يعني ربنا يكرمها كده هي اللي قعدت تعصر. قلت لها انا بصراحة مش هقدر اعصره، ما بقدرش اعصر الليمون، وخاصة كمية كبيرة كده. فقطعته لها برضو النصين اهو زي ما قلت لكم، نصين عشان نعصره، وشلت البذر منه عشان يبقى جاهز على العصر على طول. يعني يعتبر جهزت لها كل حاجة. عملت الزيتون وضبطه، وقطعت لها الليمون شرايح، وقطعت الليمون ده برضو نصين، وبشرت لها الجزر. يعني يعتبر عملت إيه يعني بنسبة كبيرة انا اللي عاملة المخلل، بس طبعا البركة في اختي، هي برضو اللي عاملاه، يعني حطت بصمة فيه. ولسه اهو ما زلت بقطع الليمون. والله نفسي في ليمونة دلوقتي اروح اعصرها كده في كوباية واشربها، عشان صوتي بس يتعدل شوية، لاني حاسة ان صوتي مولع. بقولكوا هنا اختي هي بشرت الجزر وكده، يعتبر يعني كل حاجة جاهزة. ولسه ما زالت الكمية موجودة. هنا بقى كنت اتنقلت ورحت عند المروحة، كنت بصراحة مش قادرة. او هنا بقى شفتوا العصفر والجزر والزيتون، حطينا عليه شرايح الليمون اللي انا قطعته، وده اللي هيتعصر زي ما انتوا شايفين. هي كانت بتعصر في زي كده طبق او علبة، يا دوبك لسه وما كانش لاقيين العصارة، فيعني عمالة تعصر كده بقى ايه بالسكينة. ودي حبة البركة ورق لوري، والفلفل زي ما انتوا شايفين لازم يتحط برضو مع المخلل، والجزر اتبشر زي ما انتوا شايفين، وده العصفر. بس كده هي تخلص بقى عصر الليمون. هنبتدي بقى ايه نحط كل الحاجات دي. بصوا بقى يا حبايبي، ده المحلول اللي احنا عملناه. الميه سخنه طبعا مغليه، حاطين 12 معلقه ملح على كل لتر،
6 معالق ملح طبعا محطوط و3 عليها معالق سكر، وزي ما انتوا شايفين ميه حاطين 3 6 معالق ملح على كل لتر. طبعا احنا عاملين 2 لتر، يبقى 12 معلقة ملح بس كده. هنا بقى كانت بتقلب كده في الحلة زي ما انتوا شايفين الزيتون على شرايح الليمون، وبعد كده هنضيف بقى شوية شوية كده من الجزر، من كل حاجة بقى محطوطة قدامكم. بس وفضلت تقلب تقلب فيه كده، وبعدين هتحط الفلفل، هتاخد شوية من العصفر وبرضو تقلبه على بعض، وهتاخد كمان حبة البركة وكام واحدة ورق لوري، هتفضل بقى تقلب تقلب كده كويس قوي. بس خلاص احنا كده يعني في النهايات. بعد تعب تعب جامد عمايل الزيتون ده بصراحة، اخدت تاني جزر وحبة البركة، وهتقعد برضو تقلب كده كويس وعصفر. لازم المكونات كلها تدخل جنب بعض، يعني كلها كده يعني تندمج مع بعض. بس هتبتدي بقى ايه، سيبنا بقى الحبة التانيين دول عشان بقية الزيتون. حطت في البرطمان زي ما انتوا شايفين بعد ما دمجتهم كلهم في بعض. بس هتبتدي تاخد بقى كده حبة حبة وتحط في البرطمان. طيب هنشوف بعد كده هتعمل ايه، لسه هتكمل. بس يا حبايبي رجعت لكم تاني. انا كنت بقول لكم ايه، بس جه تليفون وفصلت معاكم. هنا خلاص بقى كنا خلصنا وحطينا بقى في البرطمان زي ما انتوا شايفين. بس منتظرين بقى ايه، ياخد وقته، يعني لسه قدامه شوية كده ان شاء الله لما افتحه وهقول لكم بقى ايه طعمه ايه وكده يعني. بس فضلت شوية شوية بقى كده تحط الجزر وتحط حبة البركة والعصفر وتقعد تقلب عشان يبقى كل الزيتون يعني اخد كل المكونات كده مع بعض. وادي الجزر بقى خلاص كله حطيته. فضلت تقلب 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 لحد بقى ايه ما خلصت تقليب خالص، وحطت العصفر وادي حبة البركة. بس بقى دي كانت اخر تقليبة، وبعد كده بقى هتضيفه كله
في البرطمان. اهي، وبقت ترتبه كده. بس شكله حلو البرطمان بصراحة، شكله جميل. ويا رب ان شاء الله، احنا عملناه قبل كده على فكرة وطلع الزيتون تحفة تحفة. ان شاء الله المرة دي يطلع حلو برضو. بص الالوان والجزر وحبة البركة والعصفر مدين يعني شكل حلو كده، الوان جميلة. خلاص، وحطينا بقى ايه، شرايح الليمون مع الليمون كمان اللي هي عصرته القشر ده، حطيته كده على الوش. فضل الحبة دول بقى نحطهم في برطمان صغير لوحده بقى ايه. خلاص هنا كده خلصت البرطمان ده خلاص. زي ما انتوا شايفين حطت قشر الليمون كده على الوش. مش عارفة ايه الفكرة في قشر الليمون، بس هو بيقولوا لازم يعني، يمكن بيديله مزازة كده وطعم. وده عصير الليمون اللي هي عصرته كله، هتخلي بقى حبة للبرطمان التاني. ايه، ابتدت بقى ايه تقلبه كويس وترج كده البرطمان. هتقفله بس كده عشان خاطر تقلب البرطمان، بس عشان خاطر الليمون يدخل في كل الزيتون. وبس يا حبايب قلبي، كده خلصنا تخليل الزيتون والحمد لله. حطيت بقى اخر حاجة المية المغلية، كانت طبعا بردت شوية، وعليها طبعا الملح. بس لازم بقى ايه نملى البرطمان كده للاخر. برضو سيبنا شوية، لا ما سيبنيش، هنروح نعمل بقى مية مغلية تاني عشان نحط في البرطمان التاني. بس زي ما انتوا شايفين كده البرطمان خلص خلاص المخلل، والحمد لله، وكل سنة وانتوا طيبين. ده الزيتون اللي بنعمله بتاع كل سنة. وهنا كوباية الزيت اخر حاجة بقى. بس هتحط بقى ايه كيس اللي هي الاكياس التلاجة دي، هتحط الكيس كده وبعد كده تقفله كويس او باحكام الغطا عشان ده اهم حاجة. ايوه كده بالظبط. بس وكنا خلاص بقى خلصنا، وقلبته كده عشان خاطر ايه كله يشرب من بعض. بس ايه رأيكم؟ قولولنا بقى، تسلم ايديكم. انا واختي جيهان بصراحة